نشوف الادوات. ايه الادوات والمواد بتاعه التريكو؟ ابسط حاجه، انا ما قلتلكيش انزلي هاتي مكنه بقى وبتاع وكده وهنعمل بقى مصنع وحاجات، لا. ابرتين تريكو، ودي اشكالها مختلفه، هنشوف اشكالها كمان شويه ونتعرف عليهم واحده واحده. في المستقيمه العدله، وفي الدائريه، وفي حاجه اسمها مزدوجه الراس، هنعرفه برضو كمان شويه. وتاني حاجه الخيوط، في خيط عندك صوف، قطن، حرير، اكريليك، بتختلف. هنعرف كل حاجه من دول، ايه المنتج المناسب ليها وايه الحاجات اللي هي مش مناسبه مع الشغل. وخصوصا ان احنا مبتدئات، لو احنا مبتدئات يعني او كده، ف في ابر مناسبه وفي ابر مش مناسبه. طبعا المناسب اقصد ان هو مع التقدم انت هتبتدي تعرفي، لا انا استعمل دي مع الخيط ده، استعمل ده مع الخيط ده، وازاي هنعرف نقرا التيكت اللي على الخيط، وازاي نعرف نقرا النمر اللي على الابر، الحاجات دي كلها نتعلمها مع بعض. في بقى ادوات مساعده زي مثلا مقص، الابر الخياطه، بس ما بتبقاش طبعا ابر معدن، بتبقى ابر بلاستيك. وفي علامات ماركرز، وفي حاجات تانية. في أداة مهمة جدا غير العداد كمان، في حاجة تانية بنقل عليها الغرز بره، بتبقى إبرة صغنطوطة قد كده اهو، وبتبقى عاملة زي حرف الب كده. دي بنقل عليها الغرز عشان لما بعمل غرز الضفاير والحاجات اللي زي كده بنقلها بره وارجع اخدها تاني على الإبرة. كل ده هنتعلمه برضو مع بعض. طيب، التريكو عندنا بنعمله بطريقتين، يا اما بالطريقه اليدوي يا اما بطريقه المكن. واحنا مش هنتعلم مكن، احنا هنتعلم بالطريقه اليدوي الهاند ميد، بحيث ان انا اقدر اعمل المنتج انا بنفسي اللي اعمله. في الحاله دي انا بستعمل زي ما قلنا الابر اليدوي. هنا الاوتوماتيك، مش هنعمل اوتوماتيك. هل في انواع للتريكو؟ كده بانت. الغرز اللي انا قصدي عليها، شايفين الضفاير اللي هنا في الكلوفر اللي فوق البيج ده؟ دي ضفاير بارزة. هنا الشغل اللي في النص في الزيتي، الكلوفر الزيتي ده، دي برضو حاجات بارزة، كلها ضفاير بره بارزة. ده اللي انا اقصده، ان في شغل بارز. في هنا الحبيبات اللي هي على جنب هنا، البيج، الحبوب دي كلها حاجات بارزة. ده قصدي من ان الشغل يبقى بارز، او ده نوع من انواع التريكو اللي هو بيبقى عبارة عن ضفاير. تمام. طيب، بستخدمه في ايه التريكو ده؟ التريكو ده ممكن اعمل بيه بلوفرات، ممكن اعمل بيه قبعات، قفازات، ممكن اعمل بيه مفروشات، منتجات كتير جدا، بطاطين، ممكن اعمل خداديات، ممكن اعمل سجاد. لو في ناس شققها ساقعة او بتبقى دايما برد او فيها برودة شديدة، ممكن اعمل سجاد بالتريكو. في مثلا ناس بتستخدمه في الاكسسوارات زي الحقائب، زي السكارفات، زي المجوهرات. لو مش مجوهرات هنا بمعنى مجوهرات يعني، لا، ممكن ميدالية، ممكن حاجات الهدايا الشخصية، الحاجات اللي هي اليونيك. وميزة التريكو اليدوي انت هتعمليه هيبقى حاجة قطعة فنية فريدة، يونيك، مش متكررة كتير. انت مش مصنع بتطلعي 10-15 قطعة زي بعض بالظبط، بنفس الشكل ونفس اللون ونفس الزراير ونفس مش عارفه ايه. لا، المنتج اليدوي غير انه قيم، كمان بيبقى يونيك، فريد، قطع فريده.